السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع قناة مستر أنو. النهاردة إن شاء الله هنستكمل دروسنا مع الصف الثالث الإعدادي في دروس الجغرافيا، وهنتكلم في الدرس الثالث اللي هو المناخ والنبات الطبيعي. الدرس ده إن شاء الله أنا حبيت أقسمه لكم عشان الأقاليم فيه كتير شوية، فما حبيتش أخده كله على بعضه. فالنهاردة هناخد الأقاليم المناخية الحارة والأقاليم المناخية المعتدلة الدفيئة، وإن شاء الله هنستكمل الجزء الثاني برضو خلال الأسبوع. نبدأ نتكلم الأول، يعني إيه إقليم مناخي؟ يعني إيه إقليم مناخي؟ إقليم مناخي هي منطقة محددة حددها العلماء على سطح الأرض، ولها خصائصها المناخية. قسموا خصائصها المناخية من حيث الحرارة، حرارتها، الرياح، المطر. وهنلاحظ ان يا ولاد يختلف المناخ داخل القاره الواحده، يعني مش في كل قاره، لا، ده داخل القاره ممكن تلاقي حته حاره، حته معتدله، حته بارده. طيب ايه العوامل اللي بتؤثر في مناخ القاره؟ الموقع اكيد، الفلكي طبعا، الموقع الجغرافي، والتضاريس. تعال نبدا نتكلم عن الاقاليم المناخيه بوجه عام. ان خلي بالك ان في اقاليم اتشالت منك من منهج، لكن الاقاليم كلها هنقولها بقى على بعضيها. الاقاليم الحاره عندنا طبعا زي الاستوائي وشبه الاستوائي، المداري أو السوداني الحار، الموسمي، والإقليم الصحراوي الحار. ده اللي اتشال يعتبر عندك من منهج. أما الأقاليم المعتدلة الدفيئة عندنا زي البحر المتوسط، إقليم البحر المتوسط، الصحاري المعتدل، والصيني اللي هو الشرق القارات المعتدل. أما الأقاليم الباردة المعتدلة الباردة زي غرب أوروبا، اللورانسي اللي هو شرق القارات البارد، والقاري البارد. آخر حاجة اللي هي الأقاليم الباردة، وهي طبعا زي التندرة والمناخ الجبل. هنبدأ النهاردة بقى مع بعض إن شاء الله الأقاليم الاستوائية. أول حاجة عايزين نعرف الموقع. الأقاليم الاستوائية بتقع ما بين 0 إلى 10 شمال وجنوب دائرة الاستواء، يعني من 0 ل10 شمالا ومن 0 ل10 جنوبا. تمام. طيب فين بقى في القارات؟ عندنا في افريقيا في حوض القنقو، في افريقيا في حوض القنقو في الحته دي كده، ده المنظر بتاعها شكله عامل كده. وفي قاره اسيا عند جزر اندونيسيا. تمام. وفي عندنا امريكا الجنوبيه في حوض الامازون، اهي في الحته دي كده. يبقى احنا عندنا في افريقيا حوض القنقو، آسيا عند أندونيسيا، أمريكا الجنوبية حوض الأمازون. إيه الخصائص الحارة أو الخصائص المناخية بتاعتها؟ حرارة وأمطار طوال العام، يعني حرارة مرتفعة وأمطار طول السنة. سبحان الله. طب النباتات بتنمو غابات الاستوائية، تبقى طبعا متشابكة وكثيفة ومتنوعة. أهمها الاتنين بالميم، ماهوجني والمطاط. ماهوجني ومطاط. ماشي يا رجالة؟ أهي دي أشجار، دي الأشجار بتاعتها بتبقى الشكل ده كده. هي شجر المهوجني وشجر المطاط. طبعا المطاط ما احنا عارفين ليه استخدامات خدناها في الصف الثاني الاعدادي، بيبقى ليه طبعا استخدامات من اللي احنا بنصنع منها الكاوتشات وغيرها. طيب نيجي بقى نخش على اهم الحيوانات. طبعا بتنمو فيها الزواحف تقصد بقى الزواحف، الطيور والحيوانات المتسلقة زي البغبغان، زي الزواحف طبعا الثعابين والسحال وغيرها، التماسيح والقردة وغيرها. دي الحيوانات اللي بتنمو في الغابات الاستوائية. تعال نتكلم بقى على الإقليم الثاني اللي هو المداري الحار أو بيطلق عليه السوداني. المداري الحار أو بيطلق عليه الإقليم السوداني. طبعا بيقع شمال وجنوب الإقليم الاستوائي من درجة 10 ل 18 شمالا و10 ل 18 جنوبا. هنلاقي في افريقيا بيوجد في شمال وجنوب طبعا الاقليم الاستوائي، وايضا في امريكا الجنوبيه شمال وجنوب الاقليم الاستوائي. اما بالنسبه لاستراليا بيقع في شمالها، وفي امريكا الشماليه بيقع، واسيا بيقع فيهم في جنوب غرب القاره. يعني في امريكا الشماليه في الجنوب، وفي اسيا جنوب غرب القاره.
جنوب غرب القارة. ده بالنسبة للإقليم المداري، جنوب غرب القارة. طيب تعال نشوف بقى بالنسبة للخصائص. طبعا جنوب غرب القارة في آسيا يعني يعتبر الجزء اللي هو في شبه الجزيرة العربية. تعال نشوف كده مع بعض الخصائص بقى المناخية والنباتية. حار في الصيف، ممطر في الصيف، شتاء جاف. يعني حار ممطر في الصيف والشتاء جاف، شتاء ما فيهوش أمطار. طبعا ما دام إقليم مداري يبقى الغابات بتاعته مدارية، أشجارها أقل من أشجار الغابات الاستوائية. تمام. تنمو به حشائش السافانا لو إنه إقليم حار. وبتتميز هذه الحشائش بالتدرج، يعني إيه، واخدة مدرجات في أطوالها، وده طبعا على حسب كمية المطر. كل ما المطر كتير كل ما أطولها أكتر. ودي طبعا بتعرف بأنها حديقة حيوان طبيعية، لأن فيها أكلات اللحوم، تعيش فيها أكلات اللحوم وأكلات العشب زي ما احنا شايفين في الصورة دي كده. طيب نيجي بقى نخش على الإقليم الموسمي. الإقليم الموسمي يشبه الإقليم المداري في الخصائص المناخية زي ما هنشوف شوية. طيب تعال نشوف بس الأول الموقع. بيوجد في آسيا، في الهند وشبه جزيرة الهند الصينية وجنوب الصين، اللي هي المنطقة دي اللي هي جنوب شرق آسيا، الحتة دي كلها. طيب بالنسبة في أستراليا في أقصى الشمال، في أقصى شمال أستراليا، أقصى شمالية الأطراف اللي فوق دي كده، أقصى شمال. افريقيا في هضبة اثيوبيا وجزيرة مدغشقر. تمام. المناخ قلنا في تشابه بينه وما بين الاقليم المداري. احنا قلنا الاقليم المداري ايه؟ ممطر في الصيف، حار. هنا بس هنزود عليه حتة غزيرة المطر، لكن هناك برضو في مطر. لكن الشتاء متشابه، هنا جاف وهناك برضو ايه؟ جاف. طيب نخش على الخصائص النباتية. قلنا طبعا الغابات الموسمية أهم أشجارها جوز الهند. ليه؟ لأنه بتسقط فيه أمطار في فصل الصيف، اللي هو شكل جوز الهند. طيب نيجي بقى لإقليم البحر المتوسط. احنا كنا دخلنا على الأقاليم المعتدلة الدافئة الأول، هنتكلم على البحر المتوسط. وإقليم البحر المتوسط يا أولاد الموقع بتاعه هنقول بيوجد فين؟ ما بين 30 ل 45 شمال وجنوب. وطبعا الإقليم ده بيقع في غرب القارات، يقع في غرب القارات زي ما هنشوف دلوقتي على بعض. في أفريقيا بنجد لو بيقع في سواحل بلاد المغرب العربي أهي، ده في أفريقيا. أما بقى بقية القارات التانية هنلاقي إن في آسيا في سواحل بلاد الشام وجنوب تركيا، أي المنطقة الغربية من آسيا. أما في أوروبا هنلاقيه إن هو بيقع فين؟ في سواحل البحر المتوسط جنوبا، في الحتة دي كده في أوروبا. طيب بالنسبة لأمريكا الشمالية في الغرب من ولاية كاليفورنيا، في الحتة دي أهي في الحتة الغربية. أما في أمريكا الجنوبية بيقع في وسط الساحل الوسط من شيلي اللي هو المنطقة دي. وكذلك أيضا في أستراليا بيقع في جنوب غرب القارة. يعني هنلاحظ ان هو يا ولاد موجود في غرب القارات. في حته سهله قوي لو انت ركزت فيها تقدر تطلع اقليم البحر المتوسط. يعني احنا لو بصينا مثلا، شايفين ده مدار ايه؟ مدار السرطان. اطلع فوقيه على طول البحر المتوسط. طيب انزل تحت، ده مدار ايه؟ الجدي. انزل تحت على طول البحر المتوسط، بس خلي بالك غرب القارات. يعني بص ادي مدار الجدي اهو غرب القارات، مدار الجدي اهو غرب القارات، مدار الجدي اهو غرب القارات. طب نطلع فوق كده، بص ادي مدار السرطان شماله في الغرب اهو، ادي ما ايه؟ ادي البحر المتوسط اهو. نطلع كده في الشمال اهو البحر المتوسط. ها، البحر المتوسط يبقى هو يقع في غرب القارات عشان نسهل عليك الايه الامور شويه على الخريطه. طيب نيجي نشوف بقى الخصائص المناخية. حار جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء. يعني صيف ومفيش مطر وحار، شتاء وممطر دفيق. الأقاليم الخصائص بقى النباتية، غابات طبعا البحر المتوسط، أشجارها على طول دائمة الخضرة وأوراقها عريضة. وطبعا أهمها الزيتون. ركز في أهم الأشجار. احنا اتفقنا الاستوائي ميم ميم مهوجني ومطاط. تمام كده. طيب واتفقنا ان في الموسمي جوز الهند. اما في البحر المتوسط الزيتون، عشان دي مهمة قوي الاشجار دي. طيب
ادي طبعا اشجار الزيتون. وتنمو ايضا حشائش الاستبس في المناطق المعتدله عكس السافانا في المناطق الحاره. احنا قلنا السافانا بينمو فين؟ في المداري والموسمي عشان حر. اما بالنسبه للاستبس فهي حشائش معتدله وتنمو جنوب غابات البحر المتوسط، وطبعا بتستغل كمراعي طبيعيه، يعني بتربى فيها الأغنام والماعز أو غيرها. وفي أمريكا هناك الشمالية في ولاية كاليفورنيا بتسمى بحشائش البراري لأنها تستغل كمراعي طبيعية. نيجي للإقليم اللي بعده اللي هو المعتدل شرق القارات الصيني، وده اللي هنختم بيه إن شاء الله عشان نكمل المرة الجاية الجزء الثاني بقى من الدرس. الموقع فين؟ شرق القارات الصيني. برضو اتفقنا ان المعتدل، الاقاليم المعتدله الدفيئه من 30 ل 45 كلها. الاختلاف بس ان في شرق وفي غرب. احنا البحر المتوسط في الشرق في الغرب، اما في القارات شرق القارات الصيني بيقع فين؟ في شرق القارات. طيب فين اسيا؟ اهو بيقع في شرق قاره اسيا اهي. هتلاحظ ان هو عكس البحر المتوسط. البحر المتوسط هنا هو هنا برضو، ادي مدار السرطان اهو. طيب بص كده في امريكا الشماليه اهو في جنوب غربها برضو، بص ادي البحر المتوسط اهو، وادي الصين اهو، يعني على طول في الشرق. طيب فين تاني؟ في امريكا الجنوبيه نفس القصه اهو، ادي مدار الجدي فوق اهو تحته على طول. معايا يا رجاله؟ طيب فين في استراليا؟ نفس القصه اهو، جنوب الشرق. يعني في جنوب شرق أمريكا الشمالية وجنوب شرق أستراليا، جنوب شرق أمريكا الجنوبية، وفي آسيا في شرق الصين. وطبعا نفس القصة في إفريقيا أهو في جنوب شرقها. طيب الخصائص بقى المناخية بتاعته، هنلاحظ إن الحرارة مرتفعة في الصيف، بتنخفض في الشتاء، وأمطاره طول السنة. لكن في البحر المتوسط، ها، احنا قلنا إيه؟ في الشتاء ممطر دفيق، أما الصيف حار جاف مفيش أمطر في الصيف. لكن هنا العكس، إن الأمطار بتاعته طول السنة. الأمطار بتاعته إيه؟ طول السنة. وهنا برضو الشتاء الحرارة منخفضة، لكن هناك في الشتاء حرارة إيه؟ دافئة. دايما قارن بينه وبين الأقاليم اللي قبليه، هتسهل عليك المذاكرة، لأن الخصائص المناخية بتبقى فيها مشكلة في الحتة دي. قارن، يعني مثلا اتفقنا ان الموسمي والمداري متشابهين في الخصائص المناخيه، فدي بقت سهله. الاستوائي حار ممطر طوال العام، تمام. البحر المتوسط وشرق القارات الصيني الاختلاف في الصيف والشتاء. في ايه؟ الصيف في البحر المتوسط جاف بس في حر، اما الصيف هنا ممطر وحر. الشتاء بقى في البحر المتوسط دفيق ممطر، أما هنا بتنخفض الحرارة في الشتاء في الصيني وأمطاره طول السنة. وكمان هنلاحظ إن هنا بيتعرض لرياح مدارية اللي هي بنسميها عواصف عنيفة زي عواصف التيفون. خلي بالك من العواصف دي. طيب نباتات بقى، هنتكلم على الخصائص النباتية بتاعته. طبعا بتنمو في غابات الإقليم الصيني، وأهم أشجارها طبعا هي دائمة الخضرة زي البحر المتوسط. دائمة الخضرة احنا في البحر المتوسط أهم أشجاره الزيتون. هنا بقى أهم أشجارها إيه؟ الصفصاف والبلوط أهو. ده شجر الصفصاف يا ولاد، ده شجر الصفصاف. وشجر البلوط هنبص كده أهو، ده شجر البلوط بيعمل الشكل ده. وده شجر الصفصاف بص عامل إزاي؟ صفصاف. يبقى صفصف أو الصفصاف والبلوط فين؟ في الصيني. الصفصاف والبلوط في الصيني. الزيتون بحر متوسط. الزيتون بحر متوسط. رجالة معايا؟ يبقى الزيتون البحر ايه؟ المتوسط. الزيتون البحر المتوسط. اهم حاجة قبل ما نبدأ في الجزء الثاني من الدرس ان شاء الله حلقة، عايزك الاقاليم زي ما اتفقنا. احنا دلوقتي خدنا 2 اقاليم، اللي هو الحار والمعتدل الدفيء شرق القارة، تقسمهم وزي ما اتفقنا. اهم حاجه موقع، وركز قوي على الخريطه. ليه؟ لان الخريطه بتفرق معاك جامد قوي، هتسهل عليك قوي في الموقع بالذات، ودي بتيجي في سؤال في الامتحان. اما بالنسبه للخصائص المناخيه، اعمل مقارنه ما بين الاقاليم وبعضها، يعني مثلا المداري والموسمي مع بعض، الاستواء لوحده، البحر المتوسط
الصيني مع بعض، هتلاقي العملية سهلت عليك. وإن شاء الله الحلقة الجاية هنختم الدرس ده مع بعض. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.